أنهم سيشكلون لجانا إخوانية تدعو إلى النهي عن المعروف، الأمر بالمعروف بالمنكر. ده حضرتك قصدها بقى. طيب طبعا قصدها، تمام، قصدها. وأنا أعتقد أن الجماعة توشك أن تنجح في ذلك، ولكن كل ما هناك أنها تبتلع لقما كبيرة زي مثلا وقعة الكاتدرائية. هل ممكن أن يتخيل أحد أنه لما كان هناك تهديد ولو شفوي لمكتب الإرشاد في المقطم، ونحن ضد أي تهديد وضد أي عدوان على أي مبنى، نصف وزارة الداخلية راحت المقطم وفرق بتسد عين الشمس حاصرت المكان ومنعت أي حد من الوصول. لما يبقى فيه حادث زي حادث الخصوص وهذا التوتر الشديد، وزارة الداخلية ما تبعتش 3 عساكر، ما تبعتش أي حد، وبعدين فجأة الناس خارجين فتلقى بيهتفوا بيقولوا يسقط حكم المرشد. كل الناس بتقول يسقط حكم المرشد، وحضرتك دلوقتي ممكن تتفق معايا يسقط حكم المرشد. لكن هل معنى كده انه ترمى عليهم قنابل مولوتوف؟ هو في حد بيمشي في الشارع بتفسح كده وحاطط في جيوبه قنابل مولوتوف، ولا رايح عامدا متعمدا معبئا مدعوا لكي يفعل ذلك؟ والمنظر اللي تشوفيه الناس واقفه قدام الكاتدرائيه بترمي طوب والعساكر بيتفرجوا عليهم، يا ببلاهه يا باعجاب يا باوامر يا باي شيء الا انهم رجال امن. طيب يا دكتور رفعت، ما ممكن اللي بيسمع دلوقتي وبيتابع كلام حضرتك بتقول يقول طب يعني مصلحه الحزب الحاكم ايه؟ مصلحه الرئاسه ايه في ان يكون في احداث من النوعيه دي، ان يكون في تقصير من الداخليه؟ الذي ينزل الى الشارع ليحمي الامن او يزعم انه يريد ان يحمي الامن، وفي هذه الحاله بقى هتلاقي اللي ينتقد الاخوان يتضرب على دماغه، اللي يطلب حقوقه يتضرب على دماغه، اللي يخرج بمظاهره سلميه يتضرب على دماغه، ولن تجدي قوه تستطيعي ان تلجئي اليها ولا قوه تستطيعي ان حتى تنتقديها، لأن دول جهات غير مسؤولة وغير معلومة ولا يعرفهم أحد ولا يمكن حد يوقفهم. وفي نفس الوقت النائب العام باقي غصب عن عين الجميع، غصب عن عين المجلس الأعلى للقضاء، لأن ده مطلوب علشان اللي يتمسك ما يتمسكش واللي يتضرب يتحبس وهكذا. احنا داخلين على مسلسل فوضى منظم ومخطط ويستهدف أن يضع الشعب كله بقى في قبضة اللجان الإخوانية التي تعد من الآن واللي احنا شايفين بوادرها. أنا فقط أسأل، هل أمر النائب العام بالقبض على أحد من اللي كانوا في الاتحادية؟ هل أمر بالقبض على أحد من المسؤولين عن ضرب جنازة بورسعيد؟ هل أمر بالقبض على أحد من الذين اتهموا بأن هم قتلوا 4 في الخصوص؟ ما يعني القضية هو عمال ينقي اللي عاوز يمسكهم ويسيب اللي هو مطلوب منه انه يسيبهم وهكذا. في مثل هذا الحال مصر مقبلة على كارثة حقيقية. وانا عايز اقول ان زمان كانوا بيقولوا بقى اللي يروح يحرق كنيسة يقولوا عليه ده متخلف عقليا وهنوديه مستشفى الامراض العقلية، والناس كانت بتسأل يميها بتقول طب هم لقبطوا فيهمش حد متخلف عقليا؟ دلوقتي الحوار بدأ المكان بالشتائم وبالهجوم أصبح في الخصوص حوارا بالرصاص، وأنا أحذر أن هذا الحوار بالرصاص قد يقود مصر إلى خطر حقيقي. وإذا كان أحد من المسيحيين أخطأ يعاقب، بس كمان اللي من المسلمين يخطئ يعاقب. يطبق القانون على الجميع، على الكل. يطبق القانون على الجميع، وإلا فهي الحرب الأهلية. بشكرك دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق. احنا بينضم لنا كمان على التليفون أستاذ باسل عادل عضو مجلس